السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. النهاردة هنتكلم على موضوع تقريبا ما فيش عيلة كبيرة ما فيهاش فرد مسافر. احنا النهاردة هنتكلم على الزوج اللي مسافر وإحساس بعض الستات إن جوزها ضاع، أو واقع إن بالفعل الحدث ده حصل في بعض الأسر. طيب، سفر الزوج في حد ذاته والبعد عادة بيبقى مرتبط بالرزق، بفرص إن شاء الله يعني متوسمين إنها تكون أحسن لترتيب أمور العيلة، لترتيب أمور الولاد، ومحدش يقدر يقول لأ على ده. ولكن كلنا تعودنا وكلنا فهمنا من الدنيا لما قعدنا كده شوية وركزنا إن كل قرار بيبقى له سعر، كل قرار وله ثمن في الدنيا. تمام؟ قرار السفر والبعد من القرارات اللي عشان نحاول نقلل من تكاليفها أو من سعرها لا قدر الله اللي ممكن العيلة كلها تدفعه، لازم ناخد بالنا ونتعامل مع القرار ده بحرص جدا. الأعراض اللي ممكن تحصل هي 3 حاجات، واحنا هنا طبعا بنتكلم على الأعراض السلبية مش الأعراض الإيجابية. الأعراض الإيجابية أنا بالنسبة لي زي الفل لو العيلة كلها بتتحرك واحدة واحدة. هيحصل تغيرات، هنلاقي ان احنا بنختلف اكيد، ولكن طول ما العيلة مع بعض واحدة واحدة التعامل مع اي كعبلة بيبقى اسرع. عارفين بالظبط كده لا قدر الله لما تبقى مثلا من الناس اللي بيحصل عندك اي كركبة في المعدة بس دواك في جيبك، فيحصل اي كركبة هتاخد الدواء، هيحصل اي كركبة هتاخد الدواء، هتلحق نفسك. كلنا بنتغير وكلنا بنختلف وكلنا بناخد خبرات مختلفة، ولكن وجود العيلة مع بعضها بالعامية كده حصن حصين من أخطار وأخطاء وكل مغريات هذا الزمن. ربنا يعافينا ويحمي الأسر كلها. طيب، أول مشكلة ممكن تواجه عيلة رب الأسرة فيها مسافر هو سفر الزوج وبعده وانجرافه بعيد عن العيلة. وهنا الشاطر اللي ما يقعش في المطب ده أو في الفخ ده حلها إيه؟ إن إحنا نستديم على التواصل اليومي. وباليومي دي أنا أعني اليومي. وسائل التواصل دلوقتي ما خلتش في نفس حد حاجة. بنعمل جروبات على الواتساب، بنعمل جروبات على الماسنجر، مش عايزك اقول يعني اسامي تطبيقات تحديدا لان الدول العربية انا عارفة ان في تطبيقات شغالة هنا، تطبيقات مش شغالة هناك، بس في الاخر اللي عايز يتواصل دلوقتي الحمد لله الدنيا بقت غير زمان. انا زمان انا فاكرة كويس قوي وانا صغيرة لما كنا نحب نتكلم بابايا في السعودية كان ممكن ننزل نروح مشوار عشان نطلب 3 دقايق، مش نقعد نتكلم دلوقتي بزيرو تكلفة عدد لا نهائي من الدقائق. وابقى شايفاه كمان الدنيا غير الدنيا والحمد لله. الحتة دي في مدعمات كتير ليها، ناقص بس النية والتصرف. طيب، المطب التاني يا سمح اللي ممكن نقع فيه ان يحصل تحول تدريجي. تحول تدريجي لإيه؟ تحول تدريجي لان الست دي تتحول لأميبة أب وأم، ويبتدي يتصدر لها شوية بشوية مهام الأب، ولكن هي اللي موجودة معاه، فهو بعيد، فهو يبتدي يقول ما أنا ببعت لكم فلوس، ما أنا هنا عشانكم. فتتحول بالعامية كده بالتدريج من علاقة جواز لعلاقة تمويل. فيبقى هو الراجل بتاع الفلوس بس كده، مكنة ATM، وهي الأم والأب مع بعض. والمطب ده للأسف بيطلع منه كذا مشكلة. أولهم إنه ممكن الأداء ما يعجبكش، فتيجي كراجل ظريف، ما انت ممول بقى مستثمر، فين النتيجة؟ الولد ده بيقول كده ليه؟ مش متربي. البنت دي بتلبس كده ليه؟ مش متربية. ما انت لو كنت شايفة شغلك يا هانم. لا، هو الشهادة لله، هي شايفة شغلها وشغلك، فما ينفعش تحاسبها على شغلها وشغلك. بالإضافة لأن انت مشايلها حمل الولاد، طب وحملها هي، طب والإشراف عليها هي شخصيا، وانتش عرفك ان هي مش محتاجة مساندة، مش محتاجة احتواء، مش محتاجة إشراف، مش محتاجة توجيه. احنا ربنا كلفكوا بينا، هو ده الجواز. حضرتك انت كده بسم الله الرحمن الرحيم انت مسؤول عني من الألف للياء، وهو ده السيناريو. انا اشتغل تحت إشرافك، انا ما ينفعش اشيل لوحدي، ولو ده حصل فانا محتاجة وجودك معايا هنا. وعشان ده ما يحصلش لازم يبقى هو موجود معاكي في القرارات، موجود معاكي في النقاشات، موجود معاكي في الخلافات، موجود معاكي في الاختلافات، موجود معاكي في الخناقات لو قلبت خناقات. تمام؟ وجود حضرتك لا غنى عنه، انت الاساسي. انا مش محتاجة ممول، انا محتاجة مربي، اب
ناصح، مرشد، مشرف عليا وعلى ولادي وعليا قبلهم. فلو انت وثقت قوي كده فيا، ما تفتحش بقى بقك في النتائج، علما بانك محاسب عليا وعليهم. يعني الفاتوره في الاخره يوم المشهد العظيم رايحه لك انت يا حلو، مش جايه لنا. انا هتجيلي اعمال متفرقه كده، انما حضرتك راع ومسؤول عن. الحاجه الثالثه، ودي طبعا بتخضع لعده معايير هحاول على قد ما اقدر اغطيها، وهو ظهور كائن يسبب نوع من انواع الغزو لهذه الاسره، وغالبا ما بتكون ست تانية. حلو، ست تانية. هو اي راجل بيسافر في الغربه بيبقى خطر او محطوط في خطر ان ست تانية تدخل حياته؟ لا طبعا. في رجاله كتير وازع الديني عندهم بيبقى حاضر، راجل مركز فاهم كويس انه مرتبط بزوجه وباولاد ومرتاح معاهم، وما عندوش ما يدعوه لانه يبص لست تانية. وفي نوعيه تانية لا، معاييرها مختلفة، حساباتها مختلفة. وفي نوع من الرجال ما يقدرش يقعد سنة أو 9 شهور أو حتى 6 شهور بدون ست في حياته، وده وضعه يحترم. فطبعا هنا الحلال أولى من الحرام، ما نقدرش نفتح بقنا. إنما لو الست بقى اللي انت سايبها في البيت بالولاد حبيبتك، وانت مرتاح معاها، وانت فاهم كويس جدا جدا قد ايه هي تساوي عندك، يبقى لو سمحت على قد ما تقدر قربها منك، اتحصن بيها. لو انت ما عندكش نية لزواج من اخرى، لو انت ما عندكش نية للتعدد، لو انت ما عندكش نية لانك تدخل نفسك في سيناريو ممكن يكون اكبر من قدراتك الحالية سواء النفسية او المادية، يبقى قرب مراتك منك وتحصن بيها. لانك لو رمشت كده بعينك لست تانية في الحرام، فجأة سبحان الله الحلال بيوحش. فجأة تلاقي نفسك هو انت بتعرفيش تلبسي، هو انت بتعرفيش تتكلمي، هو انت بتعرفيش، مع انها اول امبارح كانت ست الستات في عينك. بس هي دي شغلة الحرام والشيطان، ما هو لازم يطلعها لك شعنونة ومنكوشة ومجنونة وكل الحاجات. كلنا ممكن نطلع كده لو بصينا للحرام. ولو الست بصت في الحرام على فكرة، فجأة بتلاقي جوزها طربش وجلنف وصعب، وايه الاسلوب ده وايه الاتيتيود ده وايه الالفاظ دي، ومن ده خد عندك. تطور العلاقة في حالة ظهور ست تانية بيخضع لحاجات كتير. هل هو صاحب دين؟ هل هو في كفاءة بينك وبينه أصلا كجوازة الأولانية؟ مدى ارتباطه بيكي وبولادك؟ قد إيه أنتوا صحاب؟ قد إيه أنتوا قريبين من بعض؟ والقرب ده برضو له حدود ومحاذير، له مميزات وله عيوب. قريب لحد فين؟ القرب الزيادة قوي قوي بيخنق رجالة، والبعد الزيادة قوي قوي بيخنق بعض الرجالة. طيب نتائجها إيه؟ نتائج اختفاء الزوج ولو فرضنا انه سافر وحصل حاجه من الحاجات السلبيه دي لا قدر الله. عندك بيت مكسور، عندك ست مضروبه في ظهرها، عندك راجل هربان لان المواجهه هتبقى صداع ونكد كتير وكراكيب كتير. فبقول لكم ايه، فتبصي تلاقيه بقى مع الوقت ابتدى يهرب كمان في الاجازات. يعني ينزل اجازه اجازتين، لا يجي في الاجازه تلاقيه مسافر يمين شمال، وبيتعاملوا مع المواضيع على انه امر واقع. واحيانا لو العمليه تطورت لازعاج زياده او لان الست التانية دي دخلت احتلت موقع في حياته، فده ممكن يؤثر على بعض الاسر بالسلب. ولو طبعا راجل سيد العقلين كده وراسي ومسيطر، الموضوع ده لن يؤثر على عيلته الاولى في شيء، ولكن هو بيعيد ترتيب حياته، وانا ده احترمه جدا وعلى راسي من فوق. حلها ايه؟ نمرة 1 الوقاية، ودي أفضل 1000 مرة من العلاج. الأسرة واحدة واحدة، ولو اتحركنا واحدة واحدة. وأنا من أنصار رب هنا رب هناك، ورزق هنا رزق هناك، ومش كل الرزق مال. أوقات بيبقى الرزق أهم من المال فيه البركة، فإن قل ففيه بركة. ومن ترك شيئا لله، أنا شايفاها وقيساها كده، أبدله الله خيرا منه. يمكن أهالينا كانوا بيحسبوها حسبة مختلفة. مفيش عيلة اتغربت ما دفعتش الثمن ايا كان، ولكن الغربة ليها ثمن، وعادة ما بيبقاش ثمن قليل. ربنا يجنبنا سلبيات الغربة ويرزقنا خيرها ويرزقنا سترها ويرزقنا اللي كتبه لنا منها، ويصلح حالنا واحوال اسرنا واحوال عائلتنا. وبيتي من ضمنكم، يهدي الشباب والبنات كلهم يا رب، وبنتي وولادي من ضمنكم. اشوفكم على الف